سلام، أنا جاية النهاردة أغير وجهة نظركم عن البطاطا الحارة، وهنعملها بأبسط وبأسرع وبأسهل طريقة، ومش شاربة زيت خالص ومش مقلية ومش محمرة. أول حاجة هنكون مجهزين عندنا 3 حبايات من البطاطس مغسولين ومتقشرين ومتقطعين مكعبات بالشكل ده، وننقلهم في حاجة واسعة وننزل عليهم 3 معالق من زيت الزيتون وكل البهارات اللي أنا هكتبها لكم في الكابشن. ويلا بينا نجهز الاير فراير، وهننزل جزء من البطاطس وهنشويها لغاية ما تقرمش وتحرمش، وهكذا في بقية كمية البطاطس اللي تحبوها. وبعد كده هنكون مجهزين الطاسة بتاعتنا على النار، ونضيف ليها معلقة من السمنة الحيواني كبيرة، و5 6 فصوص من الثوم وفلفل حامي حسب الرغبة. وننزل البطاطس بتاعتنا، وبعد كده ننزل عليهم كمان معلقة من الخل الكبيرة، وأول ما ريحتهم تطلع ننزل الكزبرة أو البقدونس بتاعتنا على البطاطس. وأقسم بالله يا جماعة ريحتها قلب الدنيا. وعايزاكم تكتبولي في الكومنتات ايه البلد اللي بتعمل البطاطس بالطريقة دي، وما تنسوش بجد يا جماعة طعمها حلو قوي ولازم تجربوها على طريقتي. ما تنسوش الفولو واللايك سبسكرايب، وكمان تعملوا سيف للفيديو عشان لما تحبوا ترجعوا له في اي وقت. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.